فطيرة بس خطيرة، سهلة وبسيطة، ولا هتفردي ولا هتورقي، وهتعمليها خلال 10 دقايق، سهلة خالص وطعمها كان وهم. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هي زي الكيك كده بس أحلى وأخف كمان لأن ما فيهاش سكر كتير. هنشوف الخطوات مع بعض. ما شاء الله حتى وهي سخنة شايفين معايا ما هيش معجنة ولا هي مكتومة من جوه، هشة وقطنية وتستاهل بق الحلوين. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. تقدميها جنب عسل أبيض أو عسل أسود، الاتنين بيبقوا أحلى من بعض. تعالوا بقى نشوف الخطوات يا حلوين. أول حاجة أنا معايا عدد 3 وحدات من البيض، بس في صفار بيض أنا شيلته على جنب اللي هلمع بيه الوش ده كده زي ما شفتوا. أخدت البياض. كوباية حليب، الكوباية هنا موحدة للمقادير. معلقتين من السكر او تقدري تستخدمي معلقه واحده لان السكر هينشط معايا الخميره. زي ما اتفقنا الكوبايه موحده، كوبايه الا ربع ميكس ما بين السمنه والزيت، وتقدري تعمليها بزيت عادي بس السمنه بتديكي طعم حلو برده علشان نبقوا متفقين. البيض هنا كان بدرجه حراره المطبخ، ما تكونيش لسه مخرجاه من الثلاجه، وعلشان الزفاره وكده وانا ما استخدمتش فانيليا استخدمت معلقتين صغيرين من الخل او معلقه كبيره. وهنزل بحاجه بسيطه من الملح بين صوابعك كده، وبعد كده هستخدم معلقه صغيره من الخميره او نص كيس الخميره لان كميه الدقيق هتشوفوها معايا دلوقتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني احنا مثلا في الكيك بنستخدم بيكنج باودر، لكن في الوصفه دي هنستخدم خميره، الخميره بتاعت المخبوزات، الخميره الفوريه. هضربهم كده بالويسك، وبعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق حسب نوع الدقيق معاكي بياخد سوائل قد ايه، وبعد كده هبدا اخفقهم في اتجاه واحد وهتشوفوا معايا. ومعايا هنا معلقه من البيكنج باودر دي انا ضفتها اختياري من عندي علشان برضو تساعدني ان الفطيره تبقى خفيفه معايا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنخل البيكنج باودر في العموم علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وبفضل الكيك شيف على فكره بيبقى حلو قوي. طبعا هي كده قوامها زي الكيك، انا عاوزاها بتبقى اتقل شويه. تعرفي ازاي ان هي مظبوطه؟ استخدمت كمان نص كوبايه من الدقيق، يبقى استخدمت المقدار كله كوبايتين ونص من الدقيق. تخلي النص كوبايه دي جنب منك كده احتياطي، شوفي هتحتاجيها او لا. بتحصلي على قوام مش قوام كريمي زي الكيك، لا بتبقى العجينه بتقطع معاكي، فتتاكدي ان كده القوام مظبوط. بتدخل فرن درجه حراره 180 الرف الاوسط زي الكيك بالظبط، وتاخد تسويه زي الكيك من 30 ل 35 دقيقه. بتقطع زي كده بالظبط. بس اهم مرحله وخطوه مهمه جدا، طبعا مش بندخلها الفرن زي الكيك على طول، لا بتسيبيها تخمر لان فيها خميره. هتسيبيها تخمر وحجمها يتضاعف. يعني انا في الجو اللي احنا فيه في الساعه دي سبتها ساعتين بالظبط في فرن البوتاجاز. تقدري تسخني الفرن وتطفي النار، تهيئي يعني مكان دافئ للعجين ده، او تحطي شويه ميه مغليين في حله تغليهم على البوتاجاز وتحطي الحله في الفرن. فهتساعد ان المكان يبقى دافي، فالخميره تتنشط مع السكر وتتضاعف معاكي حجمها. ده مهم جدا. هنا كده العجينه بتقطع، ده كده مظبوط القوام. صينيه الومنيوم بتوزع الحراره بالتساوي، هبدا اصبها. وخطوه مهمه جدا برضو هقول لكم عليها للي مش حابب يضيف صفار البيض على الوش، ممكن تضيفي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معلقه عسل اسود مع شويه حليب او شويه ميه وتلمعي بيهم الوش. بس مهم جدا ان انت هتلمعي الوش قبل ما تخمر، لان لما تخمر هيبقى داخلها هواء، فما ينفعش تحطي عليها فرشه هتخرجي الهواء منها. علشان كده انا هلمعها بصفار البيضه. صفار البيضه زي ما احنا عارفين بيبقى تقيل من غير البياض، فانا هضيف له برضو معلقه خل صغيره، وهخففه بمعلقه ميه برضو علشان يبقى خفيف معايا كده ويتوزع على الصينيه بسهوله. يعني معلقه ميه زي ما شفتوا كده، وهدوبه. البياض ما كانش موجود، البياض انا حطيته في الوصفه. اتمنى من احلى متابعين اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. تقدروا تجربوها حلوه قوي وهتعجبكم وهتعجب الاولاد، وتنفع كمان كل سنه وانتم طيبين في السحور مع كوبايه شاي او كوبايه حليب بالف هنا على قلوب الحلوين. اتمنى بقى ما تنسونيش في اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. وعملت معاكم مخبوزات حلوه قوي وعجبت ناس كتير، وان شاء الله الوصفه دي كمان هتعجبكم. بحاول بقى اوزع كده. هنا شايفين فقاعات الهواء اللي داخله جوه العجينه، وهنا بقى هرش حبه البركه والسمسم، وهتدخليها بقى زي ما اتفقنا في مكان يكون دافي. واكتر مكان عندنا بيبقى مقفول وكده الفرن البوتاجاز. عمليه التخمير دي مهمه جدا في اي مخبوزات بتعمليها، بتكون عامل اساسي في نجاح المخبوزات معاكي. وانا هنا غطيتها علشان تساعدني برضو
ان انت تكوني مدفياها، بس حاولي ما تحطيش كده زي ما انا حطيت الفوطه مباشر سقطت حته منها كده فاتحروشت من البيض. حطي طبق او اي حاجه كده عازل ما بين الفوطه والحاجه، فاهمين قصدي يا حلوين؟ هنا بقى بكون مولعه لها من تحت بس تعرفي ان هي اخدت لون، بتلاقي الحروف اخدت لون معاكي، بتفصلي النار من تحت وتولعي لها الشوايه مع المتابعه، مفيش ثواني هتاخد لون، ياكد لك ان هي مستويه وهشه وقطنيه وجميله جدا. ان انا بضغط عليها بترد تاني زي ما كانت، لو هي عجين من جوه هتلزق في بعضها لما تضغطيها. وشايفين الحروف علشان دهنه الزيت اللي انا دهنتها وتسويتها كانت خطيره. اتمنى منكم ان انتوا تجربوها، وكومنتاتكم بتفرحني وبتسعدني، وتطبيقاتكم لما الوصفه بتظبط معاكم وبتنزلوها على جروب مطبخ فاتن الجندي، مش عاوزه اقول لكم سعادتي بتبقى قد ايه. ربنا يحسن ما بين ايديكم مقدما، وتجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم على خير، مع الف سلامه يا احلى متابعين.